أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بأهم العناوين. فخامة الرئيس السياسي يبحث تطور العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبو ظبي. إريتريا تشارك في قمة الاتحاد الإفريقي. تركيب مراية مرورية على طريق أسمرة مصوع. الرئيس الفرنسي يصل نيجيريا ويلتقي نظيره محمد بخاري. غرق 29 شخصا على الأقل في العبارة المنكوبة بإندونيسيا. ومحاكمة رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرازق في كوالالمبور. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي في 3 يوليو الجاري ضمن زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأجرى معه مباحثات معمقة. وفي اللقاء الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرئاسية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر الجانبان عن سعادتهما حول تطور العلاقات الثنائية بين البلدين والمستوى الذي وصلت إليه، وتوصلا إلى تفاهم مشترك حول وضع برامج للتعاون الثنائي. واتفق الطرفان على وضع خطط لتنفيذ البرامج الموضوعة المتمثلة في تعزيز الاستثمار الاقتصادي وتطور البنية التحتية في كافة القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي والصناعة وغيرها من المجالات. كما اتفق على تعزيز التعاون الثنائي الجاري في قطاعي التعليم والصحة. وتبادل فخامة الرئيس إسياس أفورقي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقائهما الآراء والأفكار فيما يتعلق بالشؤون الدولية والإقليمية وتطوراتها التي تهم البلدين. هذا وتوجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي في 2 يوليو الجاري إلى الإمارات العربية المتحدة. شارك وفد إريتريا برئاسة مندوب إريتريا في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية سفيرة رأيا دستا في المؤتمر الدوري 31 لرؤساء الاتحاد الإفريقي الذي عقد يومي 1 و2 يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وأوضح المؤتمر المنعقد برئاسة رئيس رواندا بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير القدرات القانونية والمؤسسية بمستوى كل دولة ومستوى إفريقيا لمكافحة الفساد وضرورة محاربة هذه الآفة التي تعوق تقدم بلدان القارة. وأصدر المؤتمر بعد تقييمه تطور الاتحاد قرارات لتسريع عملية التطوير وتحسين أوضاع السلم والأمن الإفريقي، وانتخب أعضاء 4 مؤسسات في الاتحاد وصادق على ميزانية 2019. وأشاد المؤتمر الخطوات التي اتخذتها إريتريا وإثيوبيا لفتح مرحلة سلام وتعاون بين البلدين. وصادق المؤتمر ودعم طلب إريتريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما شاركت إريتريا في الاجتماعات التي عقدت من 25 وحتى 27 يونيو على مستوى المندوبين، ومن 28 وحتى 30 يونيو على مستوى الوزراء، للإعداد للمؤتمر لبحث مختلف القضايا. وألقت كلمات تبين موقف وآراء إريتريا في مختلف المجالات. وأجرى الوفد الإريتري لقاءات مع ممثلي مختلف الدول للدفع بالعلاقة الثنائية. قامت جمعية السلامة المرورية بالتعاون مع شركة توتال إريتريا بتركيب مراية لمشاهدة المركبات في الطرق بالمنحدرات الجبلية على طريق أسمرة مصوع. وفي مراسم تدشين المراية يوم 3 يوليو بمدينة جندع، قال قائد الشرطة إريتريا العقيد محارة زجاي في الكلمة التي ألقاها إن السلامة المرورية تتطلب الجهد المنسق، وأشاد باهتمام شركة توتال بالسلامة المرورية والأعمال المهمة للمجتمع والبيئة. وأوضح مدير شركة توتال في إريتريا سيد آجي كاكو أن الشركة تعمل إلى جانب العمل التجاري في مشاريع السلامة المرورية والبيئة ومجالات الصحة والتعليم وتأمين الطاقة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية. من جانبه أوضح رئيس جمعية السلامة المرورية سيد ستيفانوس هابت ميكائيل بأن المراية التي تم تركيبها والبالغ عددها 51 مراية ستسهم في خفض الحوادث المرورية. وذكرت مسؤولة السلامة وتطوير المشاريع في شركة توتال السيد
السيدة لتا برهان قدي أن المراية ركبت بعد دراسة في الطرق الجبلية الملتوية لمشاهدة السيارات القادمة وتوخي الحذر أثناء المرور. وأشار السائقون بأن المراية تباعدهم في عملهم وتتميز عن سابقاتها المصنوعة من الزجاج، داعين سكان المنطقة ضمان رعايتها والحفاظ عليها. وسيجري العمل لتركيب هذه المراية في الطرق الرئيسية الأخرى بعد اختبار فعاليتها. صرح خبير تنمية الخضروات والفواكه في مكتب وزارة الزراعة بإقليم عنسبة سيد كستة غويتؤوم بأن حملات التوعية المنتظمة للمزارعين في الإقليم ظلت تحقق نتائج مرضية. وذكر السيد كستة بأن أشجار المانجو تغطي معظم المساحات 652 هكتارا من البساتين المنتشرة ابتداء من مديرية عيلة برعد وحتى مديرية هابارو في الإقليم. ونتيجة لحملة التوعية والسيمينارات التي انتظمت للمزارعين ارتفع إنتاج المانجو هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة 13%. وأوضح السيد كستة بأن أشجار المانجو تلعب دورا محوريا لحماية التربة من الانجراف وتضفي أكثر جمالا للبيئة إضافة إلى الإنتاج الوفير وفوائدها الاقتصادية، مناشدا المزارعين لوضع مقياس مسافات محددة أثناء غرس شجرة المانجو، إضافة إلى تسيير أنشطة تساعدهم على إسراء المياه الجوفية. في إطار الجهود الجارية لإنتاج الأسماك في المياه العذبة، يقوم فرع وزارة الثروة البحرية في إقليم القاش بركة بإنتاج الأسماك في سدي فانكو راوي وفانكو طموع، وظلت تلك الجهود تحقق نتائج عالية. ودعا مسؤول الفرع السيد مكنن قرماي في اللقاء الذي عقده مع سكان ضاحية فيسكو بمديرية هايكوتا السكان إلى صيد الأسماك التي تنمى في المياه العذبة بمناطقهم، وظلت تحقق تطورا ملحوظا والاستفادة منها كمصدر اقتصادي وجعلها جزء لا يتجزأ من طعامهم اليومي لتحقيق الهدف المنشود. وأوضح السيد مكنن وضع برنامج يساعد على تنظيم الدورات وتقديم الدعم الآلي لإقامة مجاميع تتكون من الرجال وتنشط في صيد الأسماك بضاحية فيسكو، إضافة إلى مجاميع نسائية تنشط في بيع وتشغيل الأسماك من أجل تنفيذ البرنامج بفعالية. وبدورهم ذكر السكان بأنهم يتابعون عن كثب دور سد فانكو طموع البارز في تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية واستقرار البيئة، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح حملات التوعية المنتظمة والبرامج الموضوعة لتقديم الدورات التأهيلية الجارية للاستفادة الجيدة من الأسماك التي تنتج في ذلك السد. وتشير المعلومات الواردة من مكتب الثروة البحرية في الإقليم بأن 6 أنواع من الأسماك التي تنتج في سدود كركبت وكرست وبادميت وفانكوراوي وفانكو طموع وعلي قدر ومجل وتسليم قلاي وعد مأكل بالإقليم ظلت تحقق نتائج عالية، إلا أنه لم يشرع الاستفادة منها حتى الآن. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.